مش الأرقام دي ما طلعتش إنجليزي، طلعت عربي. من آلاف السنين ما كانش في حاجة اسمها أرقام، كانت الأعداد عبارة عن رموز، سواء في الحضارة البابلية أو في الحضارة المصرية القديمة. لكن بعد كده جه العرب واخترعوا أرقام معتمدة على الزوايا، فطلعت الأرقام دي. يعني عندك مثلا رقم 1 اترسم بالشكل ده علشان فيه زاوية واحدة، 2 فيه زاويتين، 3 فيه 3 زوايا، وهكذا لحد رقم 9. 0 بقى اترسم على شكل دايرة علشان ما فيهوش أي زوايا خالص. طب ولما الأرقام دي أصلها عربي، إزاي بقى بقت إنجليزي؟ الأرقام دي انتشرت بشكل كبير جدا في المغرب العربي، اللي هو تونس والمغرب والجزائر، ومنها للأندلس. فبقت أوروبا كمان واخدة الأرقام دي، وخصوصا إن أوروبا في الفترة دي كانت بتستخدم الأرقام اللاتينية، بس هم لقوا إن الأرقام العربية أسهل وأوضح، فقرروا إن هم يعتمدوها. أمال الأرقام العربي دي بقى تبقى إيه؟ في رأيين. الرأي الأولاني بيقول إن الأرقام دي أصلها هندي، وهو ده شكلها في الهند. ورأي تاني بيقول لا، الأرقام الهندي دي مش شبه الأرقام العربي خالص، فبالتالي الأرقام دي عربية جدا. طب إزاي؟ الأرقام دي واخدة شكلها من الحروف، يعني رقم 1 قريب في الشكل من حرف ألف، 2 ممكن يبقى لام أو دال مقلوبين، 3 هي جزء من حرف السين، 4 من العين، 5 من اله، حتى الصفر شكله جاي من النقطة اللي بتكون فوق الحروف. يعني من الآخر كده الأرقام الإنجليزي دي أصلها عربي، والأرقام العربي أصلها عربي برضو، حتى لو كانت فكرتها هندي.